اكبر الغلطات اللي كنت بعملها في حياتي. كنت مراهقة، في بالك وفي قلبك، ما بتقدرش تنساه حتى وانت نايم. كان بيتبهدل هو واللي حواليه. هو مش محتاجني زي ما انا محتاجاه، وهو عارف كده. فضلت في الموال ده لحد ما فهمت اللعبة ماشية ازاي. فرنيت عليه وسألته، كتر ما انتي بتسألي انا مستنياه يجيلي وهو مستنيني اروح له. مش تعبير مجازي، انا فعلا غرست في الطين. نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل، دروبا قد قطعتها. السلام عليكم. 5 حاجات عايزة اقولك عليهم خلاصة تجارب السنة، واحدة منهم هنخليها دلوقتي الفيديو المليون. بتقولك مليون. اتعودنا انا واخواتي اننا نكتب كل سنة شوية امنيات ونفتحها على بداية السنة الجديدة. كل واحد بقى اللي كتب 4 واللي كتب 5 واللي كتب 10. وفي خلال الفترة دي كنا بنحاول ننسى ايه اللي احنا كاتبينه، ولما حد يحاول يسأل التاني او يفكره في الفترة دي كان بيتضايق جدا، عشان لما يعدي بقى سنة نشوف اتحققت ولا لأ. بنتجمع بقى وكل واحد ياخد ورقة ويكتب. في اللي كان بيخلص بسرعة، وفي اللي كان سقف طموحه عالي شوية فكان يقعد له ربع ساعة ولا حاجة. ودي حاجة غلط جدا، غلط قوي، غلط الغلط اللي هو بدون مبالغة من أكبر الغلطات اللي كنت بعملها في حياتي. بجد كانت من الحاجات اللي مسببالي شقاء وحزن دفين كده. ليه ده كله؟ هقولك ليه بمثال حي. كنت مراهقة، كنت كاتبة حقيقي حوالي 13 أمنية. بفتح بقى الورقة السنة اللي بعدها، حقيقي ولا واحدة اتحققت. زعلت جدا طبعا، وانا بكتب بقى الامنيات الجديدة اخدت من القديم شوية على الجديد شوية وشلت الورقة. وافتح الورقة السنة اللي بعدها برضو نفس الكلام، ولا واحدة. فضلت اراكم واكتب طموحة بقى، ما كنتش بيأس الحقيقة، كنت بكتب برضو. فضلت في الموال ده لحد ما فهمت اللعبة ماشية ازاي. يعني من 3 سنين كده فهمت انا ليه غلط، وده غلط الغلط. غلط لان دي كده مش امنيات ولا احلام، انت كده عايز معجزات، مع انها ممكن تكون بسيطة جدا، بس انا ما كنتش بعمل اي حاجة علشان احققها. ده غير الكم المهول اللي كنت بكتبه. وقال ايه طموح؟ لان لو طموح فعلا او حلمك ما كنتش هحاول انساه واشوف هيتحقق ولا لا. حلمك بيكون في بالك وفي قلبك، ما بتقدرش تنساه حتى وانت نايم. والكم اللي بنبقى عايزينه يحصل مرة واحدة وبرضه من غير ما ابقى بعمل اي حاجة. اتفضل بقى الزتونة في الموضوع ده اللي بجد كنت اتمنى حد يقولي عليها. ركز. ركز في حاجة واحدة بس. ركز في الحاجة اللي هتخليك مبسوط. ركز على الأهداف القريبة والأهداف البعيدة، وخلي بالك الأهداف القريبة أهم، لأن هي الطريق. مش هتقدر توصل لمكان معين من غير ما يكون في طريق، سواء بقى جوي أو بري. وما تمشيش على خطوات حد حتى لو حلمك واحد. ممكن يبقى هو أخدها جوي علشان ابن خالته عنده طيارة، لكن ممكن انت تضطر تاخدها عوم. وحلمك اللي هيغير حياتك عمره ما هيجي كده مرة واحدة. وما تقدرش تختصر لنفسك بأمنية في ورقة على سطر وتكتب كمان معاه حاجات تانية. حلمك تحتيه خطوات، وبما انه حلمك انت فانت اكتر حد عارف هتوصله ازاي. رتب خطوات حلمك، بس قبل ما تحط لنفسك خطوة لازم تكون على مقاسك. حجم خطواتك لكن ما تحجمش حلمك. طالب وبياخد مصروف وعايز عربية جيب، هل عشان الظروف المحيطة بيه خلت الحلم مستحيل؟ لا طبعا. ممكن الظروف تخلي الحلم يتأخر شوية، لكن الخطوات الصح عمرها ما هتفشل انها توصلك. خصوصا اننا بطاء جدا في اننا ناخد خطوة بره الصندوق. ده غير ان لو حلمك مختلف شوية بتكون مش عارف تبدأ منين وازاي. ممكن تسمع كتير من نفسك كلمة طب مش هو ده حلمي، المفروض اكون مبسوط وانا بعمله، المفروض ما اكونش مكسل كده. فتشك ان ده اصلا مش حلمك. بس الفكرة ان الخطوات مش حلمك، الوصول هو حلمك. عشان كده انت مضطر تمشي على الخطوات اللي معظمها هيكون متعب، بس الوصول يستحق. طب هو انا لازم اتبهدل واتعب يعني عشان اوصل لحلمي؟ ومش هبقى سعيد غير لما اوصل بس؟ الاجابة لا خالص على فكرة. خلينا اديلك مثال. ده انت مثلا وانت عندك حلم، وعشان انت جميل وبتتفرج عليا من ايام فيديوهاتي القديمة فانت عارف ان حلمك محتاج خطوات على مقاسك تمشي عليها. وانت حددت ان اول خطوة علشان توصل لحلمك هي انك تلاقي شغل، وربنا كرمك فعلا ولقيت شغل. هل هيبقى شعورك زي اي حد عادي لقى شغل؟ هل لما تغمض عيونك كده وتقول ياه اول خطوة من احلامي اتحققت، زي ما حد تاني هيغمض عيونه ويقول يا خبر مسؤولية وتعب بقى؟ هل لما هاري كان بيدور على مقدسات الموت عشان يقضي على عيونه هو، دي كانت حاجة سهلة عليه؟ ده كان بيتبهدل هو واللي حواليه. ومع ذلك مع كل محطة وصول كان بيتخللها لحظات سعادة كده،
مع ان اللي جاي برضه ما كانش بيبقى سهل وهو عارف كده، لكن كان عنده حلم وخطوات. رتب خطوات حلمك، وانت بترتبها اعرف قدراتك واعرف ظروفك. ما تصعبهاش على نفسك وتخليها خطوة واحدة محتاجة معجزة. ظبطها محطات على مقاسك عشان توصل محطة بسهولة، تشحن وتكمل. افشل والله لازم تفشل. لو انت تعرفني معرفة شخصية فانت اكيد عارف قد ايه انا شخص دايما رايق من غير مبالغة. ده بسبب الفشل. انا اعرف ناس كتير في حياتي عمرهم ما فشلوا في اي حاجة، بس guess what؟ ده لانهم عمرهم ما عملوا اي حاجة. انا قعدت فترة كبيرة جدا حياتي ما فيهاش اي حاجة مختلفة تخليني مبسوطة. كنت ماشية على روتين مش شبهي تماما، عمالة اسأل نفسي هو مفيش اخبار عن حلمي ليه؟ ما بقتش اشم ريحته حتى زي الاول ليه؟ فرنيت عليه وسألته ايه يا حلمي ما بتسألش ليه؟ اصل تليفوني فصل شحن من كتر ما انتي بتسألي. وحلمي معاه حق يسخر مني. انا مستنياه يجيلي وهو مستنيني اروح له، وهو مش مهم عنده يستنى قوي. هو مش محتاجني زي ما انا محتاجاه، واديني بحاول اوصل له وعماله اقع وقعدة استهلكتني لدرجة اني غرست في الطين وانا بحاول. مش تعبير مجازي، انا فعلا غرست في الطين. رجلي طلعت كده من غير الشراب، مش من غير الكوتشي حتى. بس انا مبسوطه لان مريم اللي فشلت وغرزت في الطين احسن من مريم اللي ما بتعرفش تعدي طريق. وكانت محاولات ناجحه الحقيقه، بس انا اللي انسحبت. وحقيقي كل مره وقعت وفشلت كانت اكتر مره حسيت فيها اني فعلا قربت. كده مش هنقدر نكمل باقي ال5 حاجات لاني طولت في نقطه واحده. المره الجايه نكمل ان شاء الله. والخلاصه ركز، حجم، رتب، افشل. السلام عليكم.